ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما نزلتش فيديو امبارح، بس النهارده نزلت لكم فيديو جامد جدا جدا جدا. معانا ايه النهارده؟ معانا كده طبق، بصوا غرقان لبن، شايفين؟ بجد بيتكلم عن نفسه. طب هو ايه اصلا اللي في الطبق دوت؟ يعني غير اللبن ده جلاش يا جماعه. عملته باسهل طريقه وابسط طريقه، وما خدش مني غير كوبايه لبن بس ومعلقتين سكر كده ودهنه سمنه. يلا بينا نشوف الجلاش بعد ما استوى يعني عامل ازاي. طبعا الطعم لا يقاوم بجد، وطري كده وشارب اللبن من جوه بطريقه جميله جدا جدا جدا. بصوا طري جدا جدا. بصوا من ورا ازاي. بصوا معانا كوبايه لبن، ومعانا هنا هوت حوالي ربع كيلو جلاش كان متبقي مني اصلا من الجلاش اللي كنت عاملاه معاكم في فيديو اللي فات بتاع اول امبارح، بتاع الجلاش بتاع صدر الفرخه البايت. وهنا جبت بقى ايه، جلاشة، يعني ورقة الجلاش قسمتها قطعتين وحطيتهم فوق بعض، ورحت دهنة سمنة، ورحت رشة ايه سكر خشن عادي بيسيح معاكي عادي على النار. حابة تحطي سكر بودرة طبعا عادي، بس طبعا لو ما عندكيش وقت عادي حطي سكر خشن عادي خالص، هيسيح معاكي على النار زي ما قلنا. زي ما انت شايفه هنا اديني بورق دهنة سمنة، واروح حاطه ايه ورق الجلاش فوق بعضه زي ما انتوا شايفين كده، توريق عادي خالص. وبصوا بلفه ايه يبقى مربع كده معايا، يبقى شكله مربع كده ولذيذ قوي. اخر حته برضو هنحط لها سمنه عشان ايه، اضمن ان هي متتفتحش معايا على النار زي ما انتوا شايفين كده. وهكذا وهكذا زي ما انتوا شايفين يعني، هي نفس طريقه اللف يعني. ورقه وبعد كده ورقه وبعد كده دهنه سمنه وبعد كده ايه رشه سكر، وبعد كده الورقه اللي بعدها الاخيره ودهنه سمنه برضه عشان نقفلها على بعض. ونقفلها شايفين بالطول، ونقفل التانية برضو بالطول تاني، ونفضل بقى ايه نرولها كده بالعرض عشان تبقى معايا ايه مربعة كده وشكلها لطيف. ونقفل كده ايه بالسمنة كويس جدا. طبعا ولعنا النار ودهنا السمنة زي ما انتم شايفين تسخن معانا على طول. وهننزل بالجلاش. الطاسة طبعا سخنة. طبعا بقى درجة اللون اللي حضرتك بتحبيها هي اللي انت هتوصلي ليها يعني. انا درجة اللون كنت عايزة اغمقه شوية وغمقته شوية فعلا. وهدهن تاني وهنزل برضو بالاتنين الباقيين. يعني ربع كيلو من الجلاش عمل لي 4 وحدات، والاربع وحدات دول محملين مش قليلين يعني مليانين ورق من جوه زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى شلت طبعا الطاسه خالص بقى كده، عملت الجلاش. جبت اللبن، كوبايه اللبن، حطيت فوقيها شويه فانيليا، وهسيبها على النار ايه تغلي كده او تسخن عادي يعني مش شرط تغليها. وهنا جبت الطاسه تاني اللي كنت بعمل فيها الجلاش ياخد اللون، هنزل بالجلاش تاني في قلب الطاسه، واروح اعمل ايه تاني، هنزل باللبن فوقيه. الحركه دي جامده جدا بجد جامده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا نفضل كده حاطين الجلاش في الطاسه لحد ما احس كده ان هو ايه اتشرب، وشايفين كده عمل على الوش زي فقافيق كده صغننه كده، بلالين كده صغننه. وهنا عمر اصر ان هو يدوق معايا الجلاش، وبقول لكم حطوا لايك لايك لايك. بصوا شايفين هيتقدم بالطريقه دي. طبعا كوبايه اللبن ما اتحطتش كلها، اتبقى منها شويه لبن. كانت طريقه سهله وبسيطه. عايزه تحلي قومي على طول حلي. يلا يلا قومي كده وتشجعي واعملي حاجه حلوه في 5 دقايق. 5 دقايق بس هتعملي احلى حاجه حلوه في الدنيا للاولاد، تفرحيهم بيها من غير اي تكلفه عاليه، من غير عجين، من غير اي حاجه خالص، من غير بيض. تكلفه بسيطه جدا جدا جدا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم يا رب. متنسونيش في اللايك. سلام.